مشكلة عدم فتح برنامج البنك الأهلي أو الأهلي نت. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق البنك الأهلي تطبيق محمله أكتر من 5 مليون مستخدم، حجمه صغير مش كبير، 86 ميجا بس تقدر تحمله على تليفونك لو انت عندك خاصية الأهلي نت، أو الأهلي نت ديت يبقى انت عندك حساب في البنك الأهلي. ترتيب التطبيق هو رقم 7 في التطبيقات المجانية. أول ما تفتح التطبيق ممكن لو انت عايز تروح تحجز موعد، فبتخش على الخانة اللي من تحت اللي عليه علامة صح ديت، وبتيجي عامل تحديد ميعاد، بيقولك أقرب فرع ليك، بتقوله الفرع في الحتة الفلانية على حسب مكانه. يقولك الفروع ديت اللي موجودة في الشارع اللي انت قصدك ليه، تختار أنهي فرع فيهم، تختار الفرع، بيقولك اختار اليوم، تختار اليوم، يقولك اختار الساعة، وتختار الساعة، وتروح قبل الميعاد بدقيقتين على الأقل تعمل تسجيل وصول. خلاص على كده هتخش في الشباك قبل ما تقعد على الكرسي. تقدر بقى تدفع، تستلم فلوس، تودع، تاخد زي ما انت عايز. تاني حاجة، التطبيق مشكلته عند ناس كتيرة جدا ان هو مش بيفتح بعد التحديث. مشكلة التطبيق ان هو مش بيفتح. المشكلة دي حلها بسيط جدا، لان انت مهما حاولت تحذف التطبيق وتمسحه وترجع تحطه تاني ما بتحلش المشكلة. عملت حذفت اللي هي ذاكرة التخزين المؤقت او ذاكرة التخزين الكلية، برضو التطبيق مش بيفتح معاك. مهما حاولت حتى لو حطيت التطبيق على تليفون تاني التطبيق مش هيفتح معاك. كل المطلوب منك ان انت تنزل في بي ان، تشغل الفي بي ان على امريكا، هياخد اي بي ادرس لدولة تانية غير مصر. هتحط الاكونت بتاعك وتحط الباسورد بتاعك، هيفتح معاك التطبيق بمنتهى السهولة. بعد كده بقى حبيت تشيل الفي بي ان شيله، حبيت توقفه وقفه، زي ما انت عايز. التطبيق يرجع يفتح معاك بسهولة تاني زي ما كان. طبعا تطبيق البنك الأهلي تقدر تعرف منه رصيدك، تقدر تعرف منه الودايع بتاعتك، شهادات الاستثمار بتاعتك، تقدر تدفع منه الفيزا المشتريات بتاعتك اللي هو تسدد منه أقساط الفيزا للمشتريات بتاعتك. تقدر تعمل منه قرض زي ما انت عايز. كل الخدمات متاحة البنك الأهلي. تقدر كمان تحول فلوس من حساب لحساب، أو من حسابك لحساب حد تاني، أو من حسابك لحسابك انت برضو التاني، وهكذا. التطبيق سهل جدا وبسيط، مميزاته كتيرة جدا. طبعا لو انت عندك كمان الاهلي فون فانت عندك قدرة على التعامل اكتر واسرع من اي حد تاني. بتقدر بقى تسدد فواتيرك ومدفوعاتك، وطبعا حتى لو ما عندكش برضه الاهلي فون بتقدر تعمل الحاجات دي. بس الاهلي فون يعني ايه، ميزة اكتر شوية واسرع شوية في خدمة العملاء. بتقدر تتحكم في الاكونت بتاعك بشكل احسن واكتر يعني. طبعا في ناس كتيرة ممكن يبقى عندها مشاكل تانية، عندها واجهتها حاجات تانية. فيا ريت كل اللي بيتابع قناتنا يقدر يكتب لنا في التعليقات مميزات التطبيق بالنسبة له أو مشاكل التطبيق بالنسبة له، واحنا نثبت التعليق بتاعه أو نرد عليه لو احنا عندنا رد للمشكلة بتاعته. لكن لو هو قال حاجة حصلت معاه في أي فرع من الفروع أو في البنك الأهلي أو أي مشكلة حصلت معاه، فأنا هثبت التعليق بتاعه عشان كل الناس تستفيد من تجربتك الشخصية. تطبيق البنك الأهلي تطبيق يعتبر رقم واحد في مصر، لأن هو أكتر بنك ليه عدد عملاء في مصر. هو بنك حكومي زيه زي بنك مصر تقريبا، بيقدم نفس الخدمات، القروض، التقسيط. طبعا فروع البنك الأهلي أكتر بكتير. وطبعا برضو حتة إن البنك الأهلي عنده مرتين في السنة بيديك تقسيط بدون فوائد على دخلة المدارس وعلى دخلة رمضان. تقدر تشتري أي حاجة أنت عايزها تقسطها بدون فوائد وبدون أي مصاريف إدارية. مجرد بس المرتين دول دخلة المدارس ودخلة رمضان، بيبقى أغلب البيوت محتاجة حاجات بزيادة، فأنت ممكن تشتريها وتقسطها بدون ما تدفع فيها أي حاجة. تقدر تعمل فيزة مشتريات، حساب جاري، زي ما أنت عايز. بنك الأهلي. شير ولايك وسبسكرايب للقناة لو ما كنتش تعرف أي حاجة عن التطبيق، واستناني تاني في التطبيق عشان أقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.